السلام عليكم، عاملين ايه يا اصدقائي؟ يا رب تكونوا بخير. غدا المباراة النهائية ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، كلنا متشوقين طبعا ان احنا نشوف المباراة النارية على نهائي كأس السوبر المصري. عايزين نتكلم بقى عن أهمية المباراة. طيب المباراة دي مهمة أكتر للنادي الأهلي ولا مهمة أكتر لنادي الزمالك؟ طيب لو النادي الأهلي فاز بكرة، إيه أهم الحاجات اللي هيكتسبها أو اللي هيكسبها من وراء فوز النادي الأهلي في هذه المباراة وحصوله على هذا الكأس الغالي، كأس السوبر المصري؟ ان شاء الله لو فاز بكره النادي الاهلي على نادي الزمالك هيأكد افضليته على نادي الزمالك، خصوصا ان احنا لسه فايزين على نادي الزمالك قريب في الدوري المصري بنتيجه 2-1. فانت لما تفوز مره تانية على الزمالك في بطوله زي دي وفي نهائي زي ده وتاخد منه الكأس، فده طبعا هيأكد افضليتك او افضليه النادي الاهلي على نادي الزمالك. طيب الحاجة التانية أو المكسب التاني تخويف فرق أفريقيا. أنت لما تفوز ببطولة زي دي وتلعب فريق كبير زي نادي الزمالك في بطولة نارية زي بطولة كأس السوبر المصري، فباقي الفرق اللي في أفريقيا طبعا هتكون متابعاك، ده أكيد 100%. فهتقلق الفرق اللي هتلاعبها في افريقيا، خصوصا انت هتلاعب فرق قويه يعني مش فرق ضعيفه. هتلعب شبيبه القبائل، يانج افريكان، الجيش الملكي، الثلاثه فرق طبعا فرق كبيره وفرق عندها فنيات ولاعيبه كبيره جدا. فالماتشات دي بتبقى قويه، فانت لما تبقى انت داخل ومعاك بطوله بتلاعبهم ومعاك بطوله ومنتشي، لعيبتك فايقه، لعيبتك مبسوطه، ما عليهاش ضغوط، فده هيقلق طبعا الفرق دي لما تيجي تلعبك في افريقيا. طيب مكافآت طبعا للاعيبه ورفع الضغوطات عليهم واكتساب الثقه. اللعيبه هترجع تاني تاخد الثقه اكتر واكبر، خصوصا ان احنا يعني متعادلين ماتشين في الدوري المصري، فالثقه بدات تتهز شويه ما بين اللاعبين. فانت لما تفوز على نادي الزمالك وتاخد الكاس هتنتشي طبعا، وهيترفع من على اللعيبه هذه الضغوطات الكبيره، وهياخد الثقه اكتر في نفسهم. وكمان المدرب هياخد الثقه، يعني لما بعد شهرين يفوز ببطوله، باول بطوله رسميه مع النادي الاهلي، اكيد طبعا معنوياته هتبقى عاليه، هياخد الثقه في نفسه وفي اللعيبه اكتر. فدي هتبقى حاجه محفزه جدا للعيبه وكمان للمدرب. طيب الاضرار لو لا قدر الله النادي الاهلي اتغلب في هذه المباراه، هيبقى في اضرار جسيمه، اضرار وضغوطات اكبر من اللي هتبقى موجوده على نادي الزمالك. نادي الزمالك كده كده ما عندوش حاجه يبكي عليها، الراجل كده الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا. يعني الاضرار هيبقى في رفع المستوى، الضغوطات، انت كده كده مضغوط، انت كده كده في الماتشات اللي فاتت في الدوري انت متعادل ماتشين ورا بعض، فانت كده كده مضغوط عليك ضغوطات، هتزود الضغوطات دي اكتر واكتر، وهيبقى في عقوبات على اللاعبين من اداره النادي الاهلي. اكيد هيبقى في عقوبات عشان انت يعني بالكواليتي اللي موجود في النادي الاهلي واللعيبه والمصاريف اللي صرفناها دي كلها وهتخسر نهائي، فاكيد هيبقى في عقوبات. وكمان هيبقى في هجوم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي على اللاعبين وعلى النادي، بسبب ان انت يعني هيجي يقول لك، يعني الجمهور يجي يقول لك انت احنا عندنا تريزيجيه، عندنا بن شرقي، عندنا زيزو، عندنا وصارفين كل ده، وتيجي تتغلب قدام فريق عنده مشاكل ماليه واللعيبه اصلا مش بتقبض، فهتبقى كارثه، هتبقى مشكله كبيره جدا. فالنادي الاهلي هيتصدر له مشاكل وهيطلع له مشاكل هو مش عارف المشاكل دي بتيجي منين، وهيبقى عليه ضغوطات كبيره جدا لو المباراه دي لا قدر الله خرج منها بخساره. المباراه دي مهمه جدا 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 للنادي الاهلي ان هو ان شاء الله يفوز بهذه البطوله. طيب ايه الفوائد اللي هتعود على نادي الزمالك لو فاز على النادي الاهلي؟
طبعا استعاده الثقه واللاعبين والمدير الفني الجديد المؤقت احمد عبد الرؤوف. فالمدرب هياخد ثقه اكتر، يعني لسه ماسك ما بقالوش كام يوم، هيفوز ببطوله. طبعا في مكافآت كمان، في مكافآت كبيره جدا ماليه مغريه من ممدوح عباس في حاله فوز نادي الزمالك. فاللعيبه كده كده مش بتقبض، فلما يعرفوا ان في مكافآت هتتصرف من ممدوح عباس ليهم لو فازوا على النادي الاهلي، فاكيد هياكلوا النجيله. الناس اصلا الدنيا قحط معاهم، ما بياخدوش مستحقاتهم عشان الامور الماليه او المشاكل الماليه اللي موجوده داخل نادي الزمالك. فانت لما تديهم مكافاه فدي هتبقى حاجه طبعا محفزه ليهم، وحاجه كويسه جدا. طيب، انتزاع بطوله من النادي الاهلي، دي هتبقى طبعا انتزاع بطوله من النادي الاهلي وفوز على النادي الاهلي. انت كده نادي الزمالك بياخد بطاره بضربه قويه جدا. يعني انت فزت على نادي الزمالك في الدوري، لا هو هيفوز عليك في نهائي الكاس، ومش فوز بس بنقطه ولا بثلاث نقط ولا الكلام الهايف ده، لا ده فوز ببطوله بكاس. فهيبقى انتقام كبير جدا من النادي الاهلي، من نادي الزمالك على النادي الاهلي لو فازوا بكره على النادي الاهلي. وطبعا هينسيهم ماتش الدوري. وانت طبعا جمهور النادي الاهلي، هيجي جمهور الزمالك يتكلم معاه يقول له طب انا فزت عليك في الدوري، هيقول له طب انا واخد منك بطوله واخد منك كاس. فطبعا هيبقى يعني خساره النادي الاهلي غدا هتبقى بمثابه بطوله وانتقام في نفس الوقت من نادي الزمالك. طب ايه هي الاضرار اللي هيتعرض ليها نادي الزمالك في حاله الخساره؟ لا يوجد، مفيش. اضرار ايه؟ هو في ايه في اكتر من اللي هم فيه؟ يعني فلوس مفيش، ارض اكتوبر اتسحبت، اللعيبه ما تاخدش فلوسها، القيد موقوف، الدنيا اصلا كده كده خربانه معاهم. عارف انت الواحد ما عندوش حاجه يبقى عليها، هو انت كده كده اصلا داخل ماتش معهوش ضغوطات. يعني النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عليها ضغوطات اكتر من نادي الزمالك او من لاعبين نادي الزمالك، لان اصلا نادي الزمالك عنده مشاكل اوريدي. هم هيودوهم فين تاني؟ هيعاقبوهم ويودوهم فين تاني؟ هم كده كده اصلا اللاعب ما بتاخدش فلوسها. فاللاعب داخل الماتش او داخل الملعب مش بايع على حاجه. هو كده كده مش بايع على حاجه، ما باخدش فلوس اصلا. فانت هتعاقبوني وتوديني فين تاني اكتر من اللي انا فيه؟ فيعني هتقول لي ايه الاضرار؟ ما فيش اضرار. المدرب لسه مؤقت اصلا، يعني مدرب مؤقت لسه بقالوش كام يوم. لو خسر عادي يعني مش لكن عكس النادي الاهلي لو اتغلب هتبقى مشكله كبيره جدا. انت عندك لعيبه بكواليتي عالي، عندك مدرب بكواليتي عالي، وانت اصلا نتائجك في الدوري مش احسن حاجه. انت النادي الاهلي بيأدي وبيروح للجون وبيجيب فرص وبيخلق فرص كتير، بس مش بتترجم لاهداف، وهي دي المشكله الكبيره بعد طبعا رحيل وسام ابو علي عن النادي الاهلي. غدا ان شاء الله في تمام الساعه 5:30 بتوقيت مصر في ملعب محمد بن زايد سوف تبدا المباراه النهائيه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. النادي الزمالك لاول مره من فتره بعيده قوي هيلعب بالتيشيرت الابيض والشورت الاسود، والنادي الاهلي هيلعب بالتيشيرت الاحمر والشورت الابيض. فالاثنين كده هيلعبوا بالزي الرسمي اللي احنا متعودين عليه من زمان، ومن زمان قوي احنا ما شفناش نادي الزمالك بيلعب بالفانيلا الاساسيه بتاعته او بالزي الرسمي بتاعه، عشان هم كانوا بيتشائموا، يعني بيتشائموا من التيشيرت الابيض، عشان هم بيقولوا ان يعني من وجهه نظرهم ان هم لما بيلبسوا التيشيرت الابيض بيخسروا دايما من النادي الاهلي. ملعب محمد بن زايد بيشيل 36 ألف مشجع. إن شاء الله بكرة كل فريق ليه 5 تغييرات، وفي حالة التعادل هيلعبوا إكسترا تايم، نص ساعة ربع وربع، شوط أول ربع ساعة والشوط الثاني ربع ساعة. لو استمر التعادل هيلعبوا ضربات جزاء. غيابات الأهلي بكرة حسين الشحات وأشرف داري وعاشور. كان في كلام إن جراديشار
عنده اصابه خفيفه ممكن ما يلعبش المباراه، ولكن مفيش اي حاجه رسميه حتى الان. الله اعلم هيبدا بجراديشار، الله اعلم هيبدا بمحمد شريف. محمد شريف يعني حظه كويس جدا قدام نادي الزمالك وبيسجل دايما. الحكم طبعا طاقم تحكيم اجنبي، اسمه الحكم اسمه خليل اوميت ميلر، تركي هو الجنسيه، وبيقولوا ان هو حكم بيحكم في اوروبا وحكم كويس جدا. بالنسبه بقى للجمهور اللي جاي عشان يشتم زيزو بكره، طبعا في المباراه اللي فاتت ما بين بيراميدز ونادي الزمالك الجمهور شتم زيزو، شتم زيزو يعني، وكمان ما شتمش زيزو بس، ده كمان شتم محمود البنا الحكم، زي ما هتشوفوا في الفيديو ده كده بالظبط. زيزو زيزو اجعلني زيزو اجعلني زيزو اجعلني زيزو اجعلني زيزو اجعلني زيزو. عنترة زيزو بياخد من ورا، عنتر عنتر يا عنترة زيزو بياخد من ورا، عنتر عنتر يا عنترة زيزو بياخد من ورا، عنتر عنتر يا عنترة زيزو بياخد من ورا. فالجمهور اللي جاي بكره من نادي الزمالك وعامل حسابه ان هو هيشتم او هيرفع اي لافته، احذر احذر من الكلام ده، الامن طبعا مش هيسمي على حد. الامن جوه الملعب مش هيسمي على حد. لو في لفته او شتيمه او سب من جمهور نادي الزمالك هيتاخد طبعا ضده اجراء حاسم جدا. والفيديو اللي انتم شفتوه ده من سب زيزو من خلال جمهور نادي الزمالك، انا مش عارف ازاي اتحاد الكره المصري ما اخدش فيه اي قرار ولا طلع اي بيان ضد هذه الشتيمه وضد هذا الجمهور اللي كان بيسب للاعب علني كده، يعني شيء طبعا مؤسف جدا. ولكن غدا ان شاء الله لو في اي سب او في اي لافته اترفعت ضد زيزو، اكيد 100% الامن المره دي اللي موجود داخل الملعب هيتخذ كل الاجراءات القانونيه ضد اي حد هيسب او هيرفع اي لافته ضد اي لاعب اخر. خلاف كبير داخل الزمالك باشراك خوان بيزيرا وعدي الدباغ في مباراة النادي الأهلي، رغم إن الاثنين بيعانوا من إصابات عضلية. إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني بيحاولوا إن هم يشاركوا الاثنين لعيبة في مباراة النادي الأهلي، وخصوصا هم بيتكوا على موضوع إن خوان بيزيرا يشارك، يدوا له أي حقنة أي حاجة تمشي الماتش ده، عشان ده ماتش مهم طبعا بالنسبة لنادي الزمالك، يعني مباراة ببطولة. ولكن الجهاز الطبي داخل نادي الزمالك يحذر من مشاركة، ورفض كمان مشاركة خوان بيزيرا، لأنه لو تعرض لإصابة في هذه المباراة سيغيب عن الملاعب 6 أشهر. في النهاية طبعا بنتمنى الفوز والتوفيق للنادي الأهلي غدا إن شاء الله، ويتوج ببطولة كأس السوبر المصري غدا بإذن الله.